السلام عليكم ورحمة الله. أكيد الإحساس معناتها أحسن من المباراة الأولى معناتها، خصوصا لينا احنا تونس معناتها نعرفوا اللي كونه الكؤوس الإفريقية الأخيرة كانت التعثر والبدايات كانت صعبة. أكيد بعد الفوز معناتها إحساس خير وخذينا على الأجواء متاع المغرب ومتاع الكأس الإفريقية هذية، حتى على المستوى اللاعبين معناتها احساسهم على المستوى البدني والذهني افضل. ان شاء الله غدوه زاد كذلك نكونوا معناتها في القمه متاع التركيز والعطاء والانضباط متاعنا ان شاء الله. تلبي هو الاكيد اللي كونه الضغط مختلف معناتها مش نفس الضغط، اكيد اقل نسبيا من المباراه الاولى، لكن باش نواجهوا منتخب معناتها من المنتخبات الكبيرة في القارة، منتخب معناتها عنده حجم في كرة القدم الأفريقية وعنده نجاحات كبيرة في على مستوى كرة القدم الأفريقية. والأكيد احنا معناتها زاد كذلك في المناسبات هذه دايما التركيز متاع اللاعبين والروح متاع اللاعبين تكون معناتها في مستوى عالي وعالي جدا، وهذا معناتها دايما وإن شاء الله غدوة معناتها يعمل فارق بإذن الله. بالنسبة للضغط، الضغط ما يوفاش في كرة القدم، أكيد ضغط إيجابي ما هوش ضغط سلبي معناتها. دايما كل مباريات معناتها نكونوا على مستوى تركيز ويلزمنا نكونوا على مستوى تركيز عالي. بالنسبة أي خصم ولا أي نوعية متاع لاعبين في أي منتخب، احنا منتخب معروف أكثر بالجماعية على المستويات الكل، دفاعيا ولا هجوميا، باش نتعاملوا مع كل اللاعبين ولا كل النجوم اللي موجودين في افريقيا بنفس الانضباط، بنفس ما ثماش حاجه معناتها باش تكون استثنائيه للاعب ما، لكن باش يكون ثم تنظيم دفاعي وهجومي جماعي متاع المنتخب يكون معناتها باش ينقص من فعاليه بعض اللاعبين المهمين في كل المنتخبات. لكونه خروج نيجيريا من كأس العالم معناتها باش يكون حافز ولا باش يكون حاجة إيجابية كبيرة معناتها حسب رأيي. كل بطولة معناتها عندها حقيقتها، الأكيد اللي كونه كأس العالم بطولة مهمة ومهمة جدا، كأس أفريقيا كذلك. أكيد خيبة الأمل متاع الجماهير النيجيرية بعد عدم التأهل وكذلك حتى اللاعبين ممكن تكون عندها معناتها تأثير نوعا ما. احنا بالنسبة لنا معناتها الأمور هذه ما نركزوش عليها، نركزوا على الملعب وعلى نوعية اللعب وطريقة اللعب متاع الخصم وعلى المنتخب ككل، ما هيش وضعيات ولا فرديات اللي ركزوا عليها أكثر معناتها في تحضيرنا للمباريات. فوري ما شفتش لي فوري، أنا ما خرجناش فوق الكراهب ولا خرجنا جماهير الجماهير ما نجمش نتحكم في الجماهير معناتها، بالعكس خليهم يفرحوا، عندهم مده ما يفرحوش. بالنسبه لينا احنا معناتها ديما نحافظوا على بيسيورتير معناتها، ديما نحافظوا على تركيزنا وانضباطنا، وما يعني حتى شيء معناتها. البطوله ما زالت طويله وما زالت صعبه معناتها، بقطع النظر على مباراه غدوه معناتها ما زالت مباريات صعبه اذا كان نحبوا نمشيوا لبعيد. اكيد لكونه الانطلاقه والفوز دائما مهم معناتها خصوصا في المباراه الاولى، لكن ما يعني حتى شيء معناتها، بالعكس يلزمنا نزيدوا نضاعفوا من التركيز نتاعنا. بالنسبه للحاله الصحيه لكل الحاضرين معناتها حتى حازم مستوري باذن الله باش يكون حاضر، ما عندوش نقاط ضعف ولا ما عندوش معناتها خلل في بعض المراكز. اكيد كل المنتخبات لازم عندها نقاط ضعف، احنا حاولنا باش ندرسوا المنتخب النيجيري مش من المباراة الأخيرة لكن حتى من قبل. هناك بعض النقاط الضعف اللي حاولوا باش يستغلوها، ان شاء الله غدوة في الملعب تشوفوا كيفية استغلال نقاط الضعف متاع الخصم. احنا ديما في الوضعيات الكل دايما نحافظوا على تركيزنا وعلى اهدافنا معناتها، ما نجموش نقولوا لكونه معناتها بعد مباراة الأولى معناتها اللي سيء معناتها باش نلعبوا على اللقب، ولا حتى لا قدر الله في نتيجة سيئة بنقولوا سيء خرجنا. بالعكس معناتها احنا جينا قلنا لكونه باش نتعاملوا مع البطولة هذه كل مباراة على حدة، كل مباراة
وتركيزها معناتها والرغبة والفولونتي، نحاولوا باش نكونوا في كل مباريات على مستوى عالي من التركيز. أكيد كل واحد في قرارة نفسه موجود في المجموعة، ماذا به يمشي لبعيد ولما لا معناتها اللقب، لكن الأشياء ما تدارش بالطريقة هذه. دايما لازم الإنسان معناتها قد ما يتقدم قد ما يزيد يكبر الطموح نتاعو. نحافظوا على تركيزنا، نحافظوا على انضباطنا، ما نغجروش القدام بعيد ياسر. بشوي بشوي اون فا بروغريسي ان شاء الله. اون شونج با اون ايكيب كي غاني، قاعدة علمية هذه معناتها. هو سوفون معناتها في معظم المباريات ولا معظم البطولات اكيد اللي يكونوا معناتها دائما ليكيب اللي تفوز من المستحسن الابقاء على نفس التشكيلة، لكن كل مباراة عندها حقيقتها معناتها. دائما ما هيش القاعدة هذه صحيحة 100%. احنا باش نحاولوا نحافظوا على المجمل متاع المجموعة. اكيد اللي يكونوا مانيش من هو